أكثر الناس لا يشكر. والله إنك تجد الواحد غني وبطران وإن المواعيد قدامه وإنه 70 نوع قدامه وإنه يشرب لسان وكيف حالكم وإنه لا يقول بسم الله لكن وجت نعم الآن الثلاجة ممتلئة بزر يا شيخ حار بزر بارد. يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليه. يرضى الله تاكل انت وهي من الله من فضل الله عز وجل. قال يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها وقليل من عباد الشكر. اكثر الناس والله ما يشكر يا شيخ ولذلك يسلبون النعم ويجي عليهم كدورات من الهم والغم والقلق. وفي انفسكم افلا تبصرون. يقول يا طيب فكر في نفسك انت هذه النعم ونحن منعمون يا شيخ. ترى اناس حرموا هذه اللذه وحرموا نعمه البصر ومنهم من حرم نعمه السمع وغير ذلك من النعم. فنسأل الله أن يوزعنا الشكر. ولذلك يبغى يقول اللهم عني على ذكرك بعد كل صلاة عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله الذي جعل الزيادة في النعم مع الشكر. ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. سبحان الله واهب. والله ليس من ذكائنا يا شيخ وليس من تخطيطنا. وأنك تجد بعض الناس خرج من قرية فقيرا مبهذلا معدما وصار نجما لامعا بفضل الله عز وجل. وترى قضية الشكر رائعة يعني تستصحب الناجحين كثيرا.